تستغربش ان ربنا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اعلنت عليه الحرب. فانت تقول بينك وبين نفسك: معلش حضرتك هتحارب مين؟ هيحارب واحد كان بيأذي واحد من اوليائه. بالمناسبة انت او انت ممكن تبقى الولي ده اللي ربنا هيحارب بني ادم عشانك. ودايما لما تتأمل كده في اغلب صفات اهل النار اللي هيخشوا النار، غالبا هم ناس اذوك. يعني انت ربنا خلق الجنة عشانك وخلق النار عشانك، عشان محدش يظلمك. فانا جاي اسرقك وادوس على رقبتك عشان اتسلق عليك واترقى انا واتكلم عليك في ظهرك عشان ادمر سمعتك. فربنا يقول هتخش النار لو عملت في حبيبي كده. فخلق الجنة عشان ينعمك، وخلق النار عشان يحميك. فانت حاجة كبيرة قوي قوي، يمكن انت ما تعرفش. ويوم القيامة انت هتتفاجئ بإذن الله. ما انت بتحاول، والله ده الظن في ربنا. هتتفاجئ بالمكان اللي انت واقف فيه. وربنا سبحانه وتعالى لما كان بيكلم أهل النار في خواتيم سورة المؤمنون، ربنا بيقول